واحد من أعظم ملوك مصر القديمة، قائد وعسكري فريد من نوعه ورعب كل ملوك العالم في عصره. ارتبط اسمه بفرعون موسى، ودي الكذبة الكبيرة اللي بتروج ليها عالميا طول الوقت. الملك رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الأول، ثالث ملوك الأسرة 19 في الدولة الحديثة، المولود باسم محبوب آمون والمتوج باسم قوية عدالة راع المختار. اكتسح بابل وأشور ونهرين، وسيطر على بلاد الأناضول ووسط آسيا، وأمن مصر من أي مخاطر بتهددها، ورجع لقيمة مكانتها، وعمل أعظم إمبراطورية في تاريخها. انتصر في معركة قادش، واحدة من أهم وأشهر المعارك في التاريخ، وصاحب معاهدة السلام اللي كانت مع ملك الحيثيين، واتجوز بعدها بنته عشان يكون عربون سلام لوقف الحرب. انتصاراته العسكرية ما وقفتش عند الحيثيين وبس، لأن معبده في أبيدوس عليه 2 من أشهر مناظر تصوير الأسرة. المنظر الأول بيصور الأسير نايم على وشه قدام الملك، والتاني بيصور انتصاراته على سكان جزر البحر المتوسط، اللي بيظهر فيها كل أسير إيده مربوطة ومكتوب عليها اسم الجزيرة التابع ليها. وكان عادة عند المصري القديم إنه ما يسجلش اسم الأسير، لأن اسمه ما ينفعش يتكتب في التاريخ. وكان صاحب أضخم تمثال نحتته إيد بشرية في أي زمان ومكان، ووزنه كان بيوصل ل1000 طن، وموجود في معبد الرامسيوم في الأقصر. ده غير إنه نحت أضخم معبد في الصخر وهو معبد أبو سمبل، وكمان هو صاحب أكبر عدد معابد في بلاد النوبة، وأضخم صالة أعمدة في الكرنك. حكم مصر 67 سنة، واتجوز أجمل جميلات ملكات الفراعنة الملكة نفرتاري، وخلف 65 ولد وبنت. ومومية الملك رمسيس الثاني هي أهم وأدق المومياوات في التحنيط، ويعتبر الملك الوحيد اللي ساب لنفسه أثر في كل مكان على أرض مصر. ومن أكبر المغالطات التاريخية إن اسم الملك رمسيس الثاني ارتبط بفرعون موسى، ودي كدبة بيتم الترويج ليها عالميا من سنين. بس في المقابل في كتب ومقالات كتير أثبتت بالأدلة إن الملك رمسيس الثاني وفرعون موسى شخصين غير بعض تماما. أول دليل إن الملك رمسيس الثاني كان عنده 65 ولد وبنت، وفرعون موسى ما كانش عنده أولاد، عشان كده طلبت منه زوجته إنه يتبنى موسى، زي ما اتحكى على لسانها في القرآن الكريم. ده غير إن آثار فرعون وقومه اتدمرت كلها بإذن من الله عشان يكون عبرة للناس. لكن الملك رمسيس الثاني لحد النهاردة آثاره موجودة في كل مكان على أرض مصر. في يوم 22 فبراير و22 من أكتوبر من كل سنة العالم كله بيستنى تعامد الشمس على وجه تمثاله في معبد أبو سمبل. في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خرجت موميا رمسيس الثاني سافرت فرنسا بحجة إن الموميا بدأت تتحلل ولازم تروح تترمم. وعلى الرغم من الاستقبال العظيم للموميا في مطار تشارل ديغول في فرنسا، واللي اتعمل لها باسبور باسم ملك من ملوك مصر، إلا إن بالتزامن مع ده وصل موشى ديان وزير دفاع قوات الاحتلال في وقتها، اللي دخل غرفة فحص الملك ونغزه بعصاية في رجله وقال له: خرجتنا من مصر أحياء، خرجناك منها ميت. وبعدها التلفزيون الفرنسي أعلن للعالم كله إنه هيعرض أعظم حدث في التاريخ، ويعرض موميا الملك ل20 دقيقة مجرد من الملابس ومن غير اللفائف بتاعته. ومش بس كده، لا ده كمان يجي واحد من الطاقم الطبي اللي كانوا مسؤولين عن عملية فحص الموميا يسرق خصلات شعر من الملك رمسيس الثاني، واللي حصل ده يكون سبب في احتجاج الواشنطن بوست وغيرها وخروج مظاهرات في فرنسا تتزعمها الكاتبة كريستيان دروش نابلكور. والحكومة المصرية تقدم شكوتين في فرنسا، الأولى بتطالب بسرعة رجوع الموميا، والتانية بتطالب القبض على الطاقم الطبي اللي بعد ما اتقبض عليه رجع كل اللي سرقه، وقدم اعتذار رسمي للحكومة المصرية، وترجع موميا الملك رمسيس الثاني عشان يكون وسط أهله في متحف الحضارة المصري. وفي سنة 2005 الأمريكي أندرو كولينز بيحكي عن اكتشاف بردية خطيرة في مقبرة توت عنخ آمون بتكشف أسرار مكتوبة على إيد المصريين القدماء في عصر وأحداث الخروج. وبتحكي البردية إن فرعون الخروج هو في الحقيقة ملك الهكسوس الخامس والأخير، وإن فرعون اسمه الشخصي مش لقب أو منصب، وبسبب كفره وتحديه لإرادة ربنا صدر الأمر الإلهي بزواله ومعاه كل أثر بناه. البردية دي تنتهي كذبة تاريخية كان بيتم الترويج ليها عشان تخدم مصالح كيان معين. وزي ما قال الطبيب اليهودي سيجموند فرايد: تفضل عقدتنا الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة.